السلام عليكم ورحمة الله. أنا محمد ريقة من مدينة تطوان، وفي هذا الفيديو أريد أن أتكلم معكم مع موضوع جد مهم. تابعوا معنا الفيديو لتعرفوا المزيد. الله سبحانه جعل المؤمنين جميعا أمة واحدة، إخوة في الله. إنما أقول المسلمين لا أقصد العرب وحدهم، بل أقصد المسلمين جميعا بمختلف لغاتهم ولهجاتهم وألوانهم، بمختلف شعوبهم وقبائلهم. لذلك أي مسلم هو أخ لنا، هو واحد منا. يقول الله سبحانه: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. لكن للأسف الاستعمار الأوروبي قام بتقسيم الأمة الإسلامية وأقام حدود وهمية بيننا لتفريقنا. لكن المؤسف أكثر من ذلك هو أننا نحن المسلمون أصبحنا عنصريين ضد بعضنا بسبب تلك الحدود التي أقامها الاستعمار الأوروبي بيننا. أصبحنا نقدس تلك الحدود أكثر مما نقدس أخوتنا في الله. علينا نحن المسلمون أن نعلم يقينا أن تلك الحدود التي أقامها الاستعمار الأوروبي بيننا ليست لحمايتنا أبدا، بل فقط لحماية مناطق نفوذه واستغلال لثروات أوطاننا، والحماية من أن نتحد مجددا ونصبح أمة واحدة كما كنا من قبل وكما يأمرنا الله سبحانه. بينما الشعوب الأوروبية اليوم تستطيع التنقل والسفر فيما بينها بكل سهولة، فالإخوة المسلمون الأمة الواحدة يواجهون الكثير من الصعوبات والتعقيدات لاستطاعة السفر والتواصل فيما بينهم. إن لم نكن نحن المسلمون اليوم قادرين على التخلص من تلك الحدود التي أقامها الاستعمار بيننا، على الأقل علينا أن نتخلص من سم تلك العنصرية، نتخلص منه طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، ونتحد كما أمرنا الله سبحانه وتعالى ولو في قلوبنا. علينا أن نعتبر المسلمين جميعا من القارة الأمريكية والإفريقية والأوروبية والأسيوية والأسترالية وفي جميع أنحاء العالم إخوة لنا، إخوة في الله. ولتذهب تلك الحدود وتلك الشعارات التي تفرقنا إلى الجحيم. علينا أن نعلم كما أمرنا الله أن أخوتنا في الله أعظم من تلك الحدود ومن تلك الرايات. فحكامنا اليوم لا تهمهم إلا مناصبهم وعروشهم. وأدعو المسلمين في جميع أنحاء العالم ليكونوا إخوة في الله كما أمرهم الله ويتخلصوا من تلك العنصرية. ليس المسلمين فقط، بل أدعو جميع المستعمرات الأوروبية السابقة للتخلص من العنصرية ومن تلك الحدود الوهمية، يتخلصوا من تلك الحدود التي أسسها الاستعمار ولو فكريا وذهنيا.